السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد بعد غياب طويل جدا. يمكن ناس كتيرة منكم لاحظت ان اختفيت عن القناة لفترة طويلة. الحقيقة كان في اسباب كتير ما بين انشغالات وظروف شخصية وشوية احباطات في البداية، وتركيزي في نوع تاني من الشغل. ركزت في تدريس اللغة العربية اونلاين وحضوري لناس كتيرة جدا والاطفال كتيرة جدا. بس بصراحة ما قدرتش ابعد عنكم عن الشغل اللي كان نفسي اطور نفسي فيه اكتر، واوصل لاكبر عدد من الناس واساعدهم. وكل لما ارجع اشوف تعليقاتكم الجميلة او رسالة من حد يقول لي فينك، احس ان لسه ليا مكان هنا. عشان كده قررت ارجع من جديد وبشكل احسن. الفترة الجاية ان شاء الله هنزل فيديو كل اسبوع، هنتكلم فيه عن مشاكل اللغة العربية اللي بتواجه ولادنا، زي تعليم وتأسيس اللغة العربية من الصفر، زي تعليم مهارات القراءة والكتابة، تبسيط النحو، حاجات كتيرة جدا هكون معاكم فيها. اكتر حاجة استفزتني وخلتني اصمم اني لازم ارجع، اهمالنا كعرب للغة العربية وتحقيرنا ليها. لما بندخل ولادنا مدارس بيهتموا باللغة الانجليزية اكتر من اي حاجة، وبالنسبة لهم العربي بقى مادة روتينية كده ناخدها عادي وخلاص وننجح فيها. اهم حاجة ولادنا ينجحوا فيها، مش لازم نهتم ونشوف ولادنا فعلا بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا عربي ولا لا، بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا اللغة بتاعتهم ولا لا. ونسي ان لغتنا هي هويتنا وملناش لازمة من غيرها. رجعت عشان اساعد كل ام بتواجه المشكلة دي، وفي وسط اهتمامها باللغة الانجليزية ما تنساش لغتنا الام، وازاي تعلمها لابنها بسهولة ومن غير تعقيد. اللغة العربية بقت حاجة صعبة ومكلكعة بالنسبة لولادنا، واللغة الانجليزية بقت حاجة سهلة وبسيطة مقارنة بيها. تخيلوا احنا وصلنا لمرحلة ايه؟ ولادنا بقوا بيفضلوا اللغة الإنجليزية على اللغة العربية. شريحة كبيرة جدا من المجتمع العربي وصل للمرحلة دي مع الأسف. عشان كده أنا معاكم النهاردة عشان نحل المشكلة دي، نحل مشكلة لغتنا إحنا. وبكده أكون وصلت لنهاية أول فيديو بعد الرجوع من الغياب، ويا رب تكونوا لسه فاكريني ولسه متحمسين للمحتوى اللي جاي. عندي أفكار كتيرة جدا هتعجبكم ومستنياكم في الفيديوهات الجاية. ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا من قلبي على وجودكم ودعمكم، أشوفكم على خير.